هندريك وإيزاك، هل هم من البشر ولا لأ؟ ده كان العنوان اللي بيتصدر الصحف في كندا زي النهاردة 15 مايو سنة 2016. اللي قدامكم دول كانوا حديث أوروبا كلها في فترة من الفترات. بسبب إيه؟ بسبب الرعب اللي كانوا معيشين الناس فيه علشان الحاجات الخارقة للطبيعة اللي حصلت بسببهم. بدأت تنتشر مقاطع على اليوتيوب لشخصين مقنعين وليهم حضور غريب. في وقتها اتقال ان اي حد كان بيشوف الفيديوهات ديت كان بيحس ان في حاجة مسيطرة على عقله، والحاجة دي كانت بتجبره ان هو يتفرج عليهم. الشخصين دولا كانوا دايما بيظهروا وفي ايديهم اوراق كوتشينة، وبيبدأوا يحركوها بطريقة معينة وبعدها يفردوها قدامهم، وكل واحد فيهم بيبص شوية في الأوراق وكأنهم بيقرأوا كلام مكتوب، وبعدها بيبدأوا الاتنين يتكلموا في كلامهم وكأنهم بيتنبأوا بحاجات هتحصل خلاص في فترة قصيرة من الزمن. حاجات زي مثلا في حادث إرهابي هيحصل في بلد معينة وفي يوم معين وهينتج عنه كذا وكذا وكذا، أو شخصية مشهورة هتموت في يوم معين بطريقة معينة، أو انتشار مرض معين في بلد من بلاد أفريقيا. كانوا بيتنبأوا بكل ما هو ممكن يحصل من فساد ودمار. في البداية محدش كان مصدق اللي هما بيقولوه، خصوصا انهم كانوا بيقولوا كل حاجة بأدق التفاصيل، لكن بدأت الناس تلاحظ ان فعلا كلامهم بيتحقق على أرض الواقع في التاريخ واليوم اللي بيقول عليه بكل التفاصيل وبالحرف، كأنهم شافوا الحاجات دي قبل كده من قبل ما تحصل. وتبدأ بعدها الأنظار تتوجه عليهم والكلام يكتر عن الاتنين المقنعين. اللي عرفوا نفسهم كان واحد اسمه إيزاك والتاني اسمه هندريك من سكان كندا. الناس كانت بتستنى الفيديو بتاعهم ينزل بالفارغ الصبر علشان يعرفوا هيقولوا ايه وهيحصل ولا لأ. المرعب ان مفيش حاجة واحدة من اللي قالوا عليها ما حصلتش، كل اللي كانوا بيقولوه بيحصل بكل التفاصيل. الموضوع كان مرعب لأقصى درجة، وبدأ ينتشر في أوروبا كلها علشان تصدر الحكومة الكندية قرار بالقبض عليهم علشان تعرف حكاية الأشخاص دي ايه وبيجيبوا المعلومات دي منين أصلا. لكن المفاجأة، وأثناء تتبع المكان اللي بتترفع منه الفيديوهات عن طريق الاي بي، اكتشفوا ان كل فيديو كان بيترفع من مكان مختلف في بلد غير التانية، بلاد حوالين العالم. الموضوع ما كانش طبيعي، فبدأ البحث عنهم عن طريق حاجة اسمها الانتربول الدولي اللي ما قدرش يحدد او يرصد مكانهم نهائيا. فضلوا مستمرين في نشر فيديوهات فيها تنبؤات بكوارث هتحصل في المستقبل، وفعلا كل اللي كانوا بيقول عليه كان بيحصل بالظبط. الذعر بدأ يزيد بين الناس ومحدش فاهم مين دول وبيعرفوا الحاجات دي ازاي، لحد ما فجأة كده وبدون مقدمات الاتنين دول يختفوا تماما، يختفوا ويختفي معاهم كل فيديوهاتهم اللي كانت على منصات السوشيال ميديا، ومفيش ولا فيديو واحد ليهم على النت، كل اللي كان موجود اختفى. وده اللي حير الناس اكتر واكتر، هما ازاي ظهروا وازاي اختفوا بالطريقة دي؟ وفي ظل ما كانت الاجواء لسه سخنة والناس لسه مش فاهمة حاجة، يظهر بعد فترة قصيرة حاجة جديدة. شخص تاني بيظهر على اليوتيوب بنفس الفيديوهات، لكن المرة دي كان بيصور من غير ما يظهر وشه. صوته كان غريب، كان عامل زي الانسان الآلي. لكن المفاجأة والمرة دي ان الشخص ده كان عربي، وكان بيقول انه اسمه نوح. كان بيطلع بنفس نوع الفيديوهات اللي بيتنبأ فيها باللي هيحصل في المستقبل، وبالفعل كل الأنظار تتوجه ناحية نوح، لأن كل اللي كان بيقوله كان بيحصل بنفس التفاصيل. المختلف بينه وبين إيزاك وهندريك إن هو كان بيتكلم من ورا الكاميرا وصوته غريب، حتى التصوير بتاعه كان بيصور بموبايل أو كاميرا قديمة. الناس بدأت تربط الأحداث بين الثلاث أشخاص دولا، وكانوا بيقولوا إن هم تقريبا تبع بعض، لكن محدش من الحكومات اللي اهتمت بالموضوع قدرت تحدد مكانهم، وكأنهم مش في عالمنا أصلا. نوح كان دايما بيطلع في الفيديوهات بتاعته وهو بيتنبأ، وكان بيفضل يعيط بعياط هستيري. محدش كان فاهم هو بيعيط ليه، ولا هو مجبور على كده، ولا بيعيط علشان الحاجات المؤلمة اللي بيحكيها واللي هتحصل في العالم. محدش فاهم. لكن برضه بعد فترة قصيرة نوح يختفي وتختفي معاه كل الفيديوهات من على كل المنصات السوشيال ميديا، وكأن شيء لم يكن. لكن الحكومة الكندية مسكتش،
وبدأت تدور عليهم في كل مكان جوه وبره كندا، لأن اتقال إن وارد دول مش بشر، أو يمكن ناس راحت المستقبل وعرفت كل اللي هيحصل. وبدأت تطلع نظريات عن ناس راحت المستقبل وضربوا أمثلة بحالات مشابهة بس بدون أي دليل، لحد لما يجي بلاغ بيقلب كل الموازين. مصور فوتوغرافي كان بيصور في واحدة من غابات كندا، وأثناء تجوله في الغابة رجله خبطت في حاجة صلبة في الأرض، ولما حفر علشان يشوف ايه اللي هو خبط فيه يلاقي باب لحاجة أشبه بكهف أو بيت لكنه تحت الأرض مبني بالحجارة. فضل يحفر لحد لما قدر يفتح الباب. فتح الباب علشان يلاقي سلم ينزله لتحت، وهنا بتكون المفاجأة. ده نفس المكان اللي كان بيتصور فيه الفيديوهات بتاعت الأشخاص الثلاثة، لكن المرعب فعلا إن هو لقى جوه المكان جماجم بشرية لأكتر من 100 بني آدم، وكلهم مستخدم عليهم طلاسم سحرية ومجلدات من عصور قديمة. واتقال برضو إن مكتوب فيها حاجات ومخططات هتحصل في عصرنا الحالي وعصور تانية جاية، وده عن طريق تعاون بين البشر والجن. واتقال إن المكان ده واحد من ضمن أماكن كتير حوالين العالم اللي بيسكن فيها الجن، وبيتهم مساعدتهم وتنفيذ مخططات فيهم بينهم وبين البشر. وإن الاحتمال الأكبر إن الأشخاص اللي ظهرت واختفت دي هم أصلا مش بشر، والغرض من ظهورهم كان جزء من مخطط معين بيكملوه. لكن الغريب إن بعد إعلان التفاصيل دي، ولما كان متحدد إن يكون في لقاء تلفزيوني مع المصور اللي اكتشف المكان علشان يحكي هو إزاي اكتشف المكان، لكن يتم الإعلان إن هو اختفى ومحدش قادر يعرف له مكان. وإن مراته قالت إن آخر مرة كلمها فيها قال لها بالحرف: أنا اكتشفت حاجة ما كنتش المفروض إن اكتشفها، أنا فتحت على نفسي باب جهنم. نزل قرار إن المنطقة محظور الاقتراب أو التصوير فيها، وده بعد ما الموضوع أثار فضول الناس وكانوا عاوزين يعرفوا المكان عبارة عن إيه. لكن الحكومة منعت أي حد يقرب منه وحطوا عليه تأمين من أفراد الشرطة. لكن حصلت حاجة أغرب، حاجة غير منطقية. قال أفراد التأمين إن فجأة هاجمتهم حيوانات مفترسة وأجبرتهم عن الهروب من المكان، ولما رجعوا علشان يتعاملوا معاهم لقوا الحيوانات دي كلها مقتولة وراسهم كلها مفصولة عن جسمهم، وكلهم مرميين على باب المكان اللي تحت الأرض اللي هم لسه مكتشفينه. والأغرب من ده كله إن الباب ده بعد ما كان تحته سلم بينزل على تحت، أصبح الباب على وش الأرض واللي تحته هو الأرض بس، وكأن الأرض بلعته. وقال المفسرين إن الجن هو اللي أخفى معالم المكان، لأن المفروض كان في فريق من المختصين هيحللوا كل الحاجات اللي لقوها علشان يكشفوا أسرار خارقة. واتقال وقتها إن الحكومة الكندية اكتشفت في المكان ده أسرار عن الخوارق، ما أعلنتش غير جزء بسيط بس من تفاصيلها خوفا من عواقب الإعلان، لأن جالهم تحذيرات من جهات كتير. واتقال إن في مكان سري هم محتفظين بيه بالمجلدات اللي لقوها، وإن بالفعل في حاجات كتير مخفية وغامضة بتحصل حوالينا في العالم، وبيستخدم فيها السحر عن طريق البشر والجن. ودي كانت قصتنا النهاردة. السلام.